ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد من قناه بنات. بعتذر لكم يا بنات، انا لسه تعبانه معلش، بس الصوت ممكن يبقى متغير شويه. احنا في الوكاله من ناحيه كانك رايحه على زكي السماك في شارع 26 يوليو عند يونس. يونس طبعا بينزل حاجات باسعار حلوه جدا. جنب مطعم اليقين عند شركه الكهرباء. هسيب لكم رقم تليفونه في اول تعليق مثبت عشان لو عايزين تتواصلوا معاه. هو عنده 2 ستاند، اي قطعة فيهم ب25 جنيه هتشوفوها. بصوا اللونين دول حلوين جدا مع بعض، والفوشيا مع القطعة اللي هناك خالص دي طبعا هيبقى حلو قوي قوي. هتبقى تحفة مع بعض اللي هي قدامنا الناحية التانية في الستاند ده. الستاند معظمه بلوفرات وكارديجان. طبعا الاصفر ده حلو قوي، طبعا ب25 جنيه فحلو جدا. الوكالة يا بنات كلها بجد بجد والله العظيم، كلها حاجات فعلا تحفة. بس انتي دوري، لازم تروحي، يبقى عندي كده صبر عشان خاطر تلاقي حاجة كويسة. بالنسبة للناس اللي بتيجي من محافظات، انا معرفش انتي جاية منين، بس معظم اللي بيبعتلي من الشرقية ومن طنطا واسكندرية. طبعا تشرفوا وتنوروا القاهرة. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد من قناة بنات. النهارده بنات اي قطعة في الفيديو هنشوفها ب25 جنيه. احنا دلوقتي في الوكالة من ناحية قبل زكي السماك في شارع 26 يوليو. في شارع هتلاقي على اوله كشك كده موجود على الشارع بره. بصوا يا بنات، ده عند شركة الكهرباء عند يونس. بالظبط جنب مطعم اليقين. هسيب لكم رقم التليفون بتاعه عشان تقدروا تتواصلوا معاه ولو عايزين توصلوا له. اي قطعة زي ما قلت لكم ب25 جنيه. حاجات حلوة قوي قوي قوي. طبعا انا بعتذر لكم عشان لسه تعبانة، بس عندي برد فصوتي بس ممكن يبقى متغير شوية. آه، هتوصلي الوكالة ازاي؟ لان في ناس ما بيعرفوش يوصلوا الوكالة هتنزلي محطة مترو جمال عبد الناصر لو انت عايزة من ناحية زكي السماك اللي هو ناحية شارع 26 يوليو. هتنزلي محطة جمال عبد الناصر، هتخرجي هتسألي عن الوكالة. طبعا مليون واحد هيدلك، يعني الوكالة على طول هتعدي طريق قدامك. او هتنزلي محطة الاسعاف، هتسألي برضو على الوكالة. كتير جدا جدا هيدلوكي. هتفضلي ماشيه بقى على طول، هتبقى جنبك مستشفى بتاعه الولاده. وعلى ايدك الشمال الممر بتاع المترو. طبعا الممر ده فيه استندات كتيره جدا جدا برضو عليها حاجات حلوه قوي. انا مصوره لكم حاجات من هناك هنزلها قريب ان شاء الله باذن الله. و بس يعني هو ده اللي انا عايزه اقوله. الناس بقى اللي جايه من المحافظات، بصي انا معرفش المحافظه بتاعتك الميكروباص بينزلك فين. لو بينزلكوا رمسيس هتضطري تركبي مواصله للاسعاف. لو بينزلك الاسعاف يبقى هو وفر عليكي كتير جدا، اي كان مكانك بقى، من طنطا، من اسكندريه، من الشرقيه. لان معظم اللي بيبعتلي من طنطا واسكندريه والشرقيه. لو هتنزلوا رمسيس هتركبي ميكروباص تاني هيوديكي الاسعاف. لو عايزه تمشيها تمشيها، بس انا افضل ان انت تركبي، لان انت لسه هتبذلي مجهود اصلا في الوكاله، فاركبي افضل. بصوا الكارديجان الاسود ده حلو قوي، طبعا ان في كارديجان اسود ب25 جنيه، فدي حاجه حلوه قوي. طبعا الكارديجان الاسود لا غنى عنه في الدولاب بتاعك. والهاي كول برضو ان هو ب25 حلو جدا. طبعا احنا شفناه قبل كده على استندات كان ب60 وب70 وب100. وقلتلكوا لأ، ده بيوصل ممكن ل15 و20 و25 في آخر الشتاء. بس يونس كان عامل تصفيات على الحاجات دي فمنزله ب25، فحلو طبعا. معظم الستاند ده كارديجان، وهو 90% منه كارديجان، والباقي هيبقى بلوفرات بسيطة جدا. حلو الهاي كول ده، هو بس عايز لما تيجي تلبسيه تظبطيه كويس. حلو الرمادي ده برضو كان واسع.
على فكرة اللون الرمادي يمشي مع السيمون اللي فات ده، يعني اللي في ظهره ده حلو جدا طبعا. كارديجان اسود برضو تاني اهو، طبعا لطيف جدا. ده الستاند التاني. بصوا الحاجات دي يا بنات معظمها قصير مش طويل. دي حاجات هتجيبيها انت تلبسيها كده، يبقى عليها حاجه طويله لو انت بتلبس طويل. الكارديجان ده كان حلو جدا وما فيهوش اي ديفو خالص خالص خالص. طبعا ده هتلبس تحتيه شميز لونه سيمون، لونه ابيض، لونه اوف وايت، وتسيبيه مفتوح يبقى افضل. حلو برضو البلوفر ده كان لونه سيمون جميل جدا، وما فيهوش اي ديفو، برضو حلو قوي، كان ب25، فطبعا حلو قوي. ده عايز شميز عشان الفتحه بس دي بتاعه الكولا كبيره شويه. الفيست القط ده، في ناس ساعات تقول هلبس ايه على القط، تحتيه شميز، اي شميز، او هتلبس عليه كارديجان، بس انا بفضل تحتيه شميز، بيبقى شكله حلو قوي، بصراحه بيبقى شكله جميل. بصوا اللونين دول حلوين مع بعض، بس الالوان دي حاساها صيفي، يعني اللون الاصفر الفاتح ده والاوف وايت، حاسه ان الاتنين مع بعض لون صيفي مش شتوي بصراحه. ده بلوزه كان فيها فيلونات، دي حلوه في الصيف، يعني دي حلوه في الصيف لو عندك مناسبه او حاجه، حلوه جدا. لان الكم بتاعها سواري شويه، تلبسي عليها اي اكسسوار من الكولا كده، يبقى حلو قوي، هغير شكل البلوزه. على فكره ممكن حاجه بسيطه جدا جدا تغير شكل الطقم اللي انت لابساه. وبالنسبه للناس اللي بتقولي على الالوان، ان انا ساعات بقترح الوان مش هيليقوا على بعض، لا حضرتك والله صدقيني هيليقوا على بعض جدا. انا بقولك الالوان دي عن تجربه، يعني انا الحمد لله بفهم في الالوان كويس جدا جدا، عيني بتجيب اللون، يعني ايه اللي يليق على ايه الحمد لله. ف اما بقولك ده يمشي على ده، حضرتك ممكن عشان انت متعوده على الالوان الطبيعيه، مثلا اسود مع الابيض، البني مع البيج، الالوان دي، فدي بالنسبه لك حاجه غريبه. لا البسي الحاجه واقعدي بيها شويه، اقعدي بيها 5 دقايق بس، شوفيها، عجبتك انزلي بيها، ما عجبتكيش خلاص، ما هو مش كل حاجه هنتفق عليها. خلي عينك تاخد على الحاجه، يعني عينك تاخد على الحاجه شويه، عينك خدت على اللون خلاص انزلي بيه طبعا، ما خدتش عليه ما تنزليش. يعني اللون الفوشيا مع الاخضر، انا لما حطيتهم على بعض قبل كده، اللون الفوشيا فعلا، الفوشيا الفاقع مع الاخضر الفاقع، حطيتهم على بعض ما حسيتهمش حلوين، لكن لبستهم كانوا يعني كان كل اللي يشوفهم يقول الالوان اللي انت لابساها كانت حلوه جدا. هو الوان مختلفه. شوفي دلوقتي البراندات العالميه دلوقتي، الويندو بتاع المحلات بقى يحطوا الوان صعبه مع بعض، الا في الاماكن مثلا الشعبيه وكده، ما بقوا عادي بيحطوا الالوان المتناسقه اللي هي الطبيعيه، الاسود مع الابيض، البني مع البيج، الحاجات دي. بس روحي سيتي وروحي الاماكن دي والمهندسين، هتلاقي الويندو بتاع المحلات الالوان، في الوان متضاربه خالص مع بعض، لان ده اللي طالع دلوقتي، ان انت تلبسي الوان مختلفه. وعلى فكره لو انت لبستيه ومش مقتنعه بيه، اللي قدامك مش هيقتنع باللون اللي انت لابساه، يعني اللي قدامك مش هيقتنع بالالوان خالص اللي انت لابساها، طالما انت مش مقتنعه باللون. فده انا بالنسبه لي كده، انا بحب اجرب الوان مختلفه خالص على بعض، فدي حاجه حلوه. ده انا افضل البس تحتيه حاجه سودا، عشان الشبك ده عايز حاجه من نفس لونه، لونين مختلفين مش حلو، ده بالنسبه لي انا. وطبعا كل واحده وليها وجهه نظر. حلو قوي البلوزه دي. بص البلوزه دي فيها رمادي، اللي القطعه اللي قدامها فيها رمادي هتبقى حلوه جدا جدا مع بعض. هلبسها لكم دلوقتي، هلبسها قدامكم. طبعا الكولا فيها رمادي بتاعه البلوزه، فهتبقى حلوه قوي. عايزه بقى تلبسي شميز رمادي، تلبسي شميز اوف وايت، حلو شميز اسود، اللي انت عايزاه، بس انا بقولك التنسيق مع القطعتين في الستاند واحد.
حلو الزهري ده قوي، الزهري مع الفوشيا حلو جدا، ومع البيج حلو قوي اللون الزهري اللي عدى، لان انا عندي زيه كنت بلبس عليه الالوان دي. اللون ده برضو مع ده حلو جدا جدا، الوان هاديه قوي وشتويه، يعني الوان شتويه جميله جدا. تلبسي بقى سكارف فيه الوان كتيره بقى عشان خاطر اللون يتغير. اللون الاصفر ده حساس صيفي شويه بصراحه.